تعالوا يا ولاد نطلع صفحة 113. صفحة 113 ونحل السؤال الأول. اللي هو الاختيارات. تعالوا نبتدي الجملة نمبر 1. My sister يعني أختي is بتكون the floor يعني الأرضية بتاعت الشقة أو الأرضية بتاعت البيت. أختي بتعمل إيه في الأرضية بتاعت الشقة؟ أكيد بتكنسها. طب بتكنس يعني إيه؟ sweeping يعني بتكنس. يبقى my sister is sweeping the floor. أختي بتكنس الأرضية بتاعت الشقة. طب بقية الكلمات معناها إيه يا مستر؟ كلمة swimming يعني بتعوم. sleeping يعني بتنام. eating يعني بتأكل. طب ايه الاختيار الصح بقى؟ الاختيار الصح زي ما قلنا كلمة sweeping يعني بتكنس. طب الجملة نمبر 2. farmers يعني الفلاحين. grow بيزرعوا. many العديد من ايه؟ like يعني زي او مثل الاورانجز. يعني البرتقان. and lemons والليمون. هو الأورانج والليمون ده فاكهة ولا خضار؟ البرتقان ده فاكهة. يبقى فاكهة يعني ايه؟ الفاكهة يعني fruits. يبقى اختار كلمة fruits يعني فاكهة. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ drinks يعني بيشرب. وvegetables يعني الخضار. هو البرتقان ده يعتبر من الخضار؟ لا طبعا ده من الفاكهة. يبقى ما تنفعش. animals يعني حيوانات. ملهاش اي دعوة بالموضوع دي خالص. يبقى الاختيار الصح كلمة ايه؟ fruits يعني الفاكهة. طب تيجوا نقول الجملة على بعضيها. farmers الفلاحين. grow بيزرعوا. many الكثير من. fruits الكثير من الفاكهة. like يعني مثل. يعني البرتقال and lemons الليمون. يبقى الليمون والبرتقال ده من ايه؟ من الفاكهة اللي دايما الفلاحين بيزرعوها. طب الجملة نمبر 3. يعني ايه؟ بتكون. swimming بتعوم. في the river بتعوم في النهر. هو ايه اللي بيعوم في النهر؟ اللي بيعوم في النهر البجعة يعني swans يعني البجعة. يبقى the swans يعني البجعة. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ كلمة sweets يعني الحاجة الحلوة. slippers يعني الشبشب. shoes يعني الجزمة. يبقى ايه اللي بيعوم في النهر؟ swans يعني البجعة. او البجع عشان جمع يعني اخرها اس. البجع بيكون swimming بيعوم في the river بيعوم في النهر. يبقى كلمة ايه؟ the swans يعني البجعة. number 4. 40 days 40 يعني 40 years 40 سنة. ago يعني منذ 40 سنة. the land يعني الأرض. ايه؟ very dry يعني جافة يعني مش مبلولة يعني. very dry يعني جافة جدا. هو بيتكلم في الوقت المضارع بتاعنا ده ولا بيتكلم من 40 سنة؟ ده بيتكلم من 40 سنة يا مستر. يبقى احط فعل في الماضي ولا في المضارع؟ ايه ده؟ احط فعل في الماضي يا مستر. فين هنا الفعل اللي في المضارع؟ يبقى was كان او كانت. يبقى the land كانت very dry جافة جدا. يبقى عرفت انا ليه جبتها في الماضي؟ عشان هو بيقول لي من 40 سنة 40 years 40 سنة ago منذ.
يعني الجملة على بعضيها منذ 40 سنة. the land الأرض أو was كانت very dry. dry يعني جافة. very dry يعني جافة جدا. the land was very dry. الأرض كانت جافة جدا. تعالوا مع بعض يا ولاد نطلع صفحة 113. صفحة 113 ونحل السؤال التاني. السؤال التاني نبتدي بالعمود ايه. الجملة نمبر 1 بتقول ايه؟ بليون. بليون. بليون يعني البليون. إذ بيكون البليون بيكون ايه؟ جملة 2 زي هما needed بيحتاجوا. needed بيحتاجوا a billion بليون. هما بيحتاجوا بليون. نمبر 3 مليون. مليون يعني مليون. إذ بيكون المليون بيكون ايه؟ نمبر 4 I am أنا very proud. proud يعني فخور. very proud يعني فخور جدا. I am very proud يعني أنا فخور جدا. نيجي للعمود B. الجملة نمبر A بتقول ايه؟ letters. letters يعني اللترات. اللترات. letters يعني اللترات جمع لتر. of من water. لترات water يعني مية يبقى لترات من المية. to عشان water نسقي بالمية. water هنا بمعنى نسقي بالمية. the farm. the farm يعني المزرعة. number B thousand. thousand يعني ألف. مليون ألف مليون. number C of. of يعني be my grandparents. grandparents يعني أجدادي. my grandparents يعني أجدادي. grandparents يعني أجدادي. number D thousand يعني ألف. thousand ألف الألف. thousand thousand يعني ألف ألف. E worked. worked يعني العمل very hard. العمل hard يعني بجدية. very hard يعني بجدية أكتر أو باجتهاد أكتر. تعالوا بقى كده نوصل. احنا عارفين يا ولاد إن البليون هو عبارة عن 1000 مليون. البليون إيه؟ 1000 مليون. يبقى الجملة نمبر 1 نقولها إزاي؟ A billion يعني البليون إذ بيكون 1000 مليون يعني 1000 مليون. البليون بيساوي 1000 مليون. برافو عليكم. الجملة نمبر 2 we needed sorry number 2 they يعني هم needed بيحتاجوا بليون. بليون هم بيحتاجوا بليون. بيحتاجوا بليون ايه؟ اقول هم بيحتاجوا بليون liters of water. هم بيحتاجوا بليون liters من المية تو عشان water يسقوا بالمية the farm. يسقوا بالمية المزرعة. طب نمبر 3 المليون is المليون بيكون thousand بيكون ألف ألف. المليون بيساوي ايه؟ ألف ألف. thousand. طب الجملة نمبر 4 I am very proud يعني أنا فخور جدا of my grandparents. أنا فخور جدا بأجدادي. I am very proud of my grandparents. أنا فخور جدا بأجدادي. تعالوا يا ولاد نطلع صفحة 113. صفحة 113 عشان نحل السؤال الثالث. السؤال الثالث اللي هو سؤال القطعة. لازم نقرأ القطعة كويس قوي ونترجمها كويس قوي ونفهمها كويس قوي. تعالوا نقرأ مع بعض. My grandparents. My grandparents يعني أجدادي. أجدادي يعني جداتي أو جدي يعني أجدادي. My grandparents يعني أجدادي. had يعني عندهم أو لديهم. الماضي من have. الماضي من have كلمة إيه؟ كلمة had يعني لديهم. لديهم إيه؟ farm يعني مزرعة. في جيزة. في الجيزة. يبقى أجدادي عندهم مزرعة في الجيزة ونقطة.
يبقى هنبدأ جملة جديدة. زي يعني هم مين؟ هم أجدادي عشان نبقى فاهمين. زي بوت، بوت يعني اشتروا، بوت يعني ايه؟ اشتروا. زي بوت. الماضي من كلمة باي، باي يعني اشترى، وبوت يعني اشتروا، يبقى زي بوت يعني هم اشتروا. ات 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 دي عايدة على ايه؟ عايدة على يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها الفارم، يقصد بيها المزرعة. يبقى زي بوت ات يعني هم اشتروها 20 years. 20 يعني 20، years يعني سنة، ago يعني منذ. يبقى الجملة على بعضيها منذ 20 سنة. يبقى they bought it يعني هم اشتروها 20 years 20 سنة ago يعني منذ، يبقى منذ 20 سنة ونقطة. يعني هبدأ جملة جديدة. they هم wanted هم عايزين او هم بيريدوا to بيريدوا ايه؟ live يعيشوا in في the village. يعني هم كانوا عايزين wanted في الماضي الفعل في المضارع ايه؟ want. لما قال wanted يعني هم كانوا عايزين يعيشوا في الفيليج في القرية. the village يعني القرية. because عشان، خلي بالك هم كانوا عايزين يعيشوا في القرية ليه؟ because يعني عشان. the city يعني المدينة was very noisy. المدينة كانت دوشة جدا، عشان كده very noisy يعني دوشة، noisy يعني دوشة، و very noisy يعني دوشة جدا، وسيتي يعني المدينة. يبقى هم كانوا عايزين يروحوا يعيشوا في القرية. طب وليه؟ عشان يسيبوا المدينة، عشان المدينة كانت very noisy يعني دوشة جدا. نقطة. يعني هبدأ جملة جديدة. زي هم planted plant يعني يزرع، ولما اقول زرعوا يبقى اجيبها في الماضي تبقى planted. التصريف التاني في الماضي يبقى planted يعني زرعوا، زرعوا. many kinds يعني many يعني العديد من، kinds العديد من الأنواع of fruits العديد من أنواع الفاكهة، and و vegetables العديد من vegetables يعني خضار، يبقى العديد من أنواع الفاكهة والخضار. زي هم kept الماضي من keep يعني يربي، kept يعني ربوا في الماضي في التصريف التاني في الماضي. يبقى kept يعني ايه؟ ربوا. كانوا بيربوا ايه؟ many animals العديد من الحيوانات. animals يعني حيوانات. like يعني مثل ايه؟ cows يعني البقر. goats يعني المعيز. and و sheep الخرفان الخروف. يبقى هما كانوا بيربوا انواع حيوانات زي ايه؟ زي الكاوز البقر، goats معيز، and sheep. طيب كده بعد ما قرينا القطعة وفهمنا كلماتها نبتدي بقى نقرا اول سؤال. السؤال نمبر 1. The grandparents أجدادي bought يعني اشتروا في الماضي اشتروا the farm اشتروا المزرعة ايه؟ years ago. years يعني سنة، منذ كام سنة؟ كلمة ago يعني منذ كام سنة؟ برافو عليكم 20. فين هنا 20 يعني 20. برافو عليكم، يبقى 20 يعني 20. طب نيجي للسؤال نمبر 2. the farm يعني المزرعة was كانت فين؟ المزرعة كانت فين؟ المزرعة كانت جيزة. برافو عليكم. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ كايرو يعني القاهرة، لا ما كانتش في القاهرة. الأقصر يعني الأقصر. أسوان يعني أسوان. المزرعة كانت فين؟ المزرعة كانت في الجيزة. طب نيجي للسؤال نمبر 3. بيقول لي ايه؟ هواي يعني لماذا؟ اي سؤال يبقى لماذا
لازم إجابته تبدأ ب because. افتكروا كده دايما. طب نقرا السؤال. why يعني لماذا. did لأنه بيسأل في الماضي. why did they لماذا هم want to يريدوا أن أو أرادوا أن live يعيشوا in في the village. هم ليه كانوا عايزين live يعيشوا in في the village يعيشوا في القرية. هم ليه كانوا عايزين يعيشوا في القرية. أقول له because عشان the city المدينة was كانت very noisy. very noisy يعني دوشة جدا. هم كانوا عايزين يعيشوا في القرية عشان because the city المدينة was كانت very noisy. very noisy المدينة كانت دوشة جدا. طب نيجي للسؤال نمبر 4. what animals يعني ما الحيوانات. what animals يعني ما الحيوانات. did they يعني اللي هم keep. keep يعني ربوا. جاي هنا في المضارع. keep ربوا on the farm اللي كانوا بيربوا في المزرعة. on the farm يعني في المزرعة. هي ايه الحيوانات اللي كانوا بيربوها في المزرعة. اقول له like يعني مثل cows. cows البقر. goats المعيز. وقبل اخر حاجة اقول and sheep والخرفان. and sheep والخرفان. يبقى اقول له زي ايه like يعني مثل او زي cows البقر واحط فاصلة goats المعيز واقول ايه and sheep والخرفان. برافو عليكم. تعالوا يا ولاد نطلع صفحة 114. 114 عشان نحل السؤال الرابع. السؤال الرابع اللي هو ترتيب الكلمات عشان نعمل جملة مفيدة. نبتدي بالجملة نمبر 1. land. land يعني الأرض. was. was يعني كانت. the يعني very. very يعني جدا. dry. dry يعني جافة. جافة مش مبلولة. dry يعني جافة مش مبلولة. تعالوا بقى نرتب الكلمات نقول ايه. the land يعني الأرض was كانت very dry جافة جدا. the land was very dry الأرض كانت جافة جدا. الجملة نمبر 2. planted. planted يعني زرعوا. seeds. seeds يعني البذور. seeds يعني البذور. they يعني هم. of يعني من. millions يعني ملايين. تعالوا نرتب بقى الجملة نقول ايه. they planted يعني هم زرعوا millions الملايين of seeds الملايين من البذور. they planted هم زرعوا millions of seeds الملايين من البذور. نيجي للجملة نمبر 3. lives يعني بيعيش. farm يعني مزرعة. هشام واحد اسمه هشام. in يعني في. Egypt يعني مصر. on يعني في. ايه ده يا مستر احنا عندنا كلمة in وعندنا كلمة on هتلخبطنا في الجملة يا مستر. لا يا ولاد بصوا بقى. كلمة Egypt لازم تاخد حرف الجر in. كلمة Egypt لازم يجي قبلها حرف الجر ايه in. وكلمة farm لازم يجي قبلها حرف الجر on. كلمة farm لازم يجي قبلها حرف الجر ايه on. فهمتوا كده؟ طيب بعد ما فهمنا حروف الجر دي بتيجي قبل ايه تعالوا بقى نرتب الجملة نقول ايه. هشام يعني الولد اللي اسمه هشام lives بيعيش in Egypt بيعيش في مصر. on farm يعني في المزرعة. يبقى هشام هشام بيعيش in Egypt يعني في مصر. on farm يعني في مزرعة. طب نيجي للجملة نمبر 4. rain water يعني مية المطرة.
rain water يعني مية الأمطار. rain water يعني مية الإيه؟ مية الأمطار. they يعني هما. to يعني عشان. the seeds يعني البذور. used يعني استعملوا أو استخدموا. water يعني مية أو يسقوا بالمية. water يعني إيه؟ مية أو يسقوا بالمية. تعالوا بقى نرتب الجملة. نقول إيه؟ they يعني هما. used استخدموا. rain water يعني مية المطرة. to عشان. water يسقوا بالمية. the seeds البذور. هما استخدموا مية الأمطار عشان يسقوا بالمية the seeds البذور. they هما used استخدموا rain water مية الأمطار to عشان water يسقوا بالمية the seeds يعني البذور. تعالوا يا ولاد نطلع مع بعض صفحة 114. صفحة 114 ونحل السؤال الخامس. سؤال البانكتيويت اللي هو علامات الترقيم. زي ما قلنا قبل كده ان هو بيديني سطر او جملة وعايز مني ان انا اكتب الجملة دي مرة تانية بس بعد ما اغير فيها علامات الترقيم. طيب ايه هي علامات الترقيم يا مستر؟ اول حرف في الجملة اكتبه كابيتال. هنا دو يعني هل لانها جت في اول الجملة. دو لما تيجي في اول الجملة يبقى معناها هل. طيب هنا يبقى غير حرف الدي ده واكتبه كابيتال واكمل بقية الحروف. يبقى do you اكتب كده do you want هل انت تريد slice يعني قطعة of pizza قطعة من البيتزا واكتب علامة استفهام. طب ليه اكتب علامة الاستفهام؟ لان الجملة بدأت بهل اللي هي do يبقى اكتب علامة الاستفهام. يبقى كده انا كتبت الجملة مرة تانية بعد ما غيرت حرف الدي كتبته كابيتال اللي هو في اول الجملة وبعد ما كتبت علامة الاستفهام وبعد ما كتبت له نفس الجملة مرة تانية. ده سؤال البانكتيويت.